الراجل رمى كورة تلاتية ودخلت، وقعد يتفاخر ويتريق على جاك اللي واقف قصاده. حتى ابن الراجل فضل يستفز ابن جاك، لكن المفاجأة إن جاك بكل برود رمى الكورة، دخلت في الباسكت من مسافة 50 مترا. الراجل افتكر إن جاك صادف وحظه حلو، فرمى قدامه عربية مليانة كرات عشان يفضل يرمي، بس جاك كان بيلمس الكورة لمسة خفيفة، وكل الكور دخلت جوه الباسكت من غير غلطة. واتضح إن ده كان يوم رياضي للأهالي مع أولادهم في المدرسة. الراجل قرر إنه يغلب جاك في لعبة شد الحبل، لكن الصدمة إن جاك فضل واقف مكانه من غير ما يتحرك، والراجل ما قدرش يزقه حتى سنتي، واضطر يشوف جاك بيكسب بمنتهى السهولة. بعدها جه سباق الجري. في الأول الراجل جري بسرعة وسبق الكل، وده خلى ابن جاك يتوتر وخاف يخسره، فشجع أبوه إنه يجري أسرع. جاك بسرعة رهيبة لحقه، لكن عشان السرعة المفاجأة اتخدش وهو على الأرض. الراجل اتهم جاك إنه بالغ، لكن قبل خط النهاية جاك شال ابنه فوق في الهواء وعدى بيه خط النهاية كأنهم بيطيروا، وكسبوا السباق تاني. وفي الآخر كانت مسابقة اختراعات الأهالي مع أولادهم. باقي الأهالي كانوا جايبين لاعب جاهزة من المحلات ومقدمينها كأنها شغلهم، بس عيلة جاك هم الوحيدين اللي صنعوا الطيارة بإيديهم، حتى لو حصل عطل في الإقلاع، ومع كده كسبوا المركز الأول. من ساعتها الراجل ما بقاش يجرؤ يتمنظر تاني.